أحد مساء بالأحد. عبد الرحمن. زين. نعم دكتور. صلى على النبي. اللهم صل على محمد. دافع عن الحبيب. خبر ودزوا لي تسجيل السجاد حتى أنا أعرف شلون أتكلم مع سجاد. يا عبد الرحمن اسمعني، اقتص لرسول الله. تدلل دكتور. يا عبد الرحمن خذ الكلام عني. بده سجاد حل النهاية تعطيه وحدة طايشة بالغلط. سلامة فهمك. يا الله يا الله ان شاء الله خير. جديدة مو جديدة. يعني هلا بيعطيك الأمان بعد شوي بكرة. عابث أعطيت وعد يا سجاد يا كذاب أكثر من 5 مرات تعهد معنا يا كذاب. اخوان اني اكلمكم، اني رجل بالعراق، تمام؟ انتم الان تتكلمون، اعتقد انتم خارج العراق. طيب اني ما جاي يعني انه جايب لكم سجاد حتى سجاد يعتذر وسجاد يصير حبيب، لا لا ابد. صعدوا سجاد، خلوا سجاد يتكلم واني اعرف شلون اذا سجاد تجاوز او كذا. اني موجود يم سجاد، اني حاليا بكربلاء، اذا سجاد موجود خليه يجيني اصلا الكربلاء. يعني ترى ما خايف ولا احد مساء بالاحد. عبد الرحمن. زين. نعم دكتور. صلى على النبي. اللهم صل على محمد. دافع عن الحبيب. تبشر دكتور. دافع عن الحبيب. رسول الله يستاهل. تمام. ابشر. اي رسول الله يستاهل، هذا ما تاخذ منه عهد. اي والله ما تاخذ منه عهد. ابو القاسم يستاهل، والله ابو القاسم يستاهل، بس اني رسول الله يستاهل. هذا الشيعي الرافضي العراقي هذا نجس، هذا ما ناخذ منه عهد. هذا بيننا وبينه شيء واحد، حد الله، حد الله بس. اني شوف دكتور للامانه انا عندي معلومات يعني عن سجاد. انت بوقتها دزيت لي حتى صوره سجاد وعندي معلومات عنه كامله، بس شنو دكتور؟ احنا نريد نشوف هذا الولد حل، يعني ما يصير دائما يجي يتجاوز، يعني هو راح ينزل يجوز يعني راح يقتنع بكلامنا او ما راح يقتنع هذا بكلامنا. موجود يا شيخ. كذلك راح يجي من حسابات وهميه ويسب. اني هذا سجاد الولد، هذا طبعا ما منتفع به. راح يسب. لا اذا سب، شوف دكتور، اذا سب سجاد عبد الرحمن خبر ودزوا لي تسجيل السجاد حتى انا اعرف شلون اتكلم مع سجاد. يا عبد الرحمن اسمعني، اقتص لرسول الله. تدلل دكتور. ترى انت والنبي. ادري بيه دكتور، سجاد كان يجي يسب واني موجود وما يزال لغايه البار حسن نتواصل مع بعض الاخوه، اكد عليهم اقول لهم هذا سجاد اللي سب. يقولوا لي ايه هو البارحه انا راسلت بعض المشرفين اكدت عليه، قلت لهم هذا اللي سب سجاد، قالوا نعم هذا اللي سب سجاد، ولذلك انا جايب سجاد اليوم بكربلاء ومسؤول عن 9 مواكب، وكل موكب بأكثر من 300-400 شخص. هذول كلهم برقابنا، احنا كمنتسبين وضباط لازم نحافظ على ذول. زين هو كسجاد كرجل شيعي، زين شو اللي ينتقد منه مثلا؟ هو واجب طبعا، احنا عندنا واجب، طالعين واجب. وبالمناسبة يعني الله يشهد عليه، صار تقريبا من بدأت الزيارة اني ما نازل للبيت ابد نهائيا. نقول هذا واجبنا وواجب علينا، واحنا كنا عراقيين وشعب واحد ومن هاي الامور. اي والله. فعاد ما ادري دكتور حسين الباز شلون راح يتعامل مع سجاد، والله ما ادري. انا دكتور نتواصل ان شاء الله. عبد الرحمن انا راسلتك على الواتساب، تمام، رقمي موجود يمك. وبالنسبه لسجاد اذا رجع السب مره ثانيه يا ريت تسوي لي مقطع وتدز لي وانتهى الامر. عبد الرحمن اجمع مع الدكتور على الخاص وعدل لي واتفق انت وياه على الخاص، مع الدكتور تواصلوا على الخاص وان شاء الله نسال الله ان يعني. يا عبد الرحمن خذ الكلام عني. بده سجاد حل النهاية تعطيه وحدة طايشة بالغلط. سلامة فهمك. يا الله يا الله ان شاء الله خير. جديدة مو جديدة. الله يوفقك يا اخوي عبد الرحمن، بارك الله فيك. طايشة بالغلط وخلصت.
ان شاء الله يصير خير. يصير خير. فهمت علي انت؟ يا الله. ايه انت شوف انت عارف. اذا رجع سب مره ثانيه خلى المطعم